نقرب الكادر كده. الشناوي ونمسك ورقه وقلم ونكتب. ادي الركله الاولى. الشناوي يتفوق. احمد عبد الظاهر اول ضربه يضيع والشناوي يتالق. يا ولد يا ولد يا شناوي، نموذج الراجل في ركله الجزاء، رايح وفارق جسمه. ايه الجمال ده. محمد عبد الشافي ضربه وضربه. محمد عبد الشافي جول جول جول. يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه من عبد الشافي. يبقى 1 لنادي الزمالك، 1-0 لنادي الزمالك. ضربه وضربه. ادي وليد خد الثقه. الشناوي تفرق معاه كتير. اول ضربه وليد والشناوي. مش ممكن يا ولد يا شناوي. وليد سليمان يضيع. مش ممكن. ركلتين للنادي الاهلي. الشناوي يتعملق ويتالق. ركز اكرامي اللي ممكن يرجع فرقته. خالد قمر جول جول جول. خالد قمر 2-0. 2 لنادي الزمالك. الزمالك بيتقدم بركلتين، محمد عبد الشافي وخالد قمر. قلنا لقاء من غير كتالوج. لقاء الاهلي والزمالك ملوش توقعات. محمد نجيب، الشناوي ونجيب. الشناوي كان هيجيبها. مش ممكن محمد نجيب يسجل اول ركله للاهلي. انما بقى ايه الضربه رقم 3 محمد نجيب تبقى صعب قوي على اللعيب اللي داخل اللي رحله من الابيض. ادي احمد سمير. اكرامي. يا سلام يا اكرامي. رد اكرامي بواحده. يبقى احمد سمير يضيع ويسجل خالد قمر وعبد الشافي، ويضيع عبد الظاهر وليد سليمان، ويسجل نجيب بعد 3 ضربات. 2 لنادي الزمالك و1 للنادي الاهلي. باسم علي والشناوي. باسم والشناوي يلعبها. باسم ورايح الشناوي. حلوه من باسم وهارد. الراجل معاهم يطلع 2 و2 قريب جدا. رايح اهو الشناوي. انما باسم علي بيسجل عشان تبقى النتيجه 2-2. هنشوف عمر جابر ولا مين. عمر جابر واكرامي عملها حلوه حلوه حلوه. عمر جابر يقرب نادي الزمالك. جابر 3-2. ازاي غاليه على الفرقتين. سعد سمير جول جول جول. سعد سمير بيسجل الضربه الخامسه للنادي الاهلي. 3 لو سجل نادي الزمالك الضربه الاخيره يفوز، اللي ممكن يرجع فرقته لمرحله الحسم مره ثانيه. كوفي بره. كوفي بره. مش ممكن. هي دي الكوره وده حالها. كوفي بقول لكم وهو رايح تحس ان الراجل رجليه فيها رمل. يعني مشي من وسط الملعب لغايه مرمى شريف اكرامي. خد له كده يجي نص ساعه. طبعا مش نص ساعه ولا حاجه. الاداء بتاعه وهو ماشي الراجل رايح خايف. في لعيب بيبقى رايح بثقه، لعيب رايح يجي. والشناوي رحيل. والشناوي جول جول جول. صبر رحيل جول. 4 للاهلي مقابل 3 لنادي الزمالك اللي سيربح المليون المصري. توفيق جول جول جول. قمه بيسجل 4-4. 4 الاهلي 4 الزمالك. سعد سمير وصبر رحيل. وادي محمد رزق اهو رايح معاه الشناوي. انما طالما كبار. ابراهيم صلاح كابتن الزمالك في اللقاء واكرامي في القايم. السوبر اهلاوي رقم 8 وابراهيم صلاح في القايم. النادي الاهلي بيفوز على نادي الزمالك 5-4 بضربات الترجيح.